سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. الوصفه تاع اليوم وصفه البراج. هذه الوصفه بزاف بزاف بنينه ومبسه، يعني يجيكم هذا البراج يجيكم مبسس يذوب في الفم، وكذلك انه يعني البنه تاعو روعه. جربوه ماكمش رايحين تندموا. راح نمد لكم كامل الخطوات باش تحضروا هذه الوصفه تاع البراج. وكذلك انا يعني درته هنايا بالسميد الرطب، يعني كاين يديروا بالسميد الخشين، كاين يديروا بالسميد متوسط، وكاين اللي يديروا بالسميد الرطب. انا حبيت نديرو بالسميد الرطب كما راكم تشوفوا. البراج تاعي يعني جاوني بزاف شابين. يعني ديروهم مع قهوه ولا قهوه حليب، قهوه العشيه ولا تاع الصباح، يعني يجوكم بزاف بزاف بنان. جربوهم ماكمش رايحين تندموا عليهم. اللي ماشي مشاركه في القناه تدخلوا دير اشتراك في القناه، مرحبا بها، مرحبا بكم كاملين. وكذلك ديروا لايك للفيديو من فضلكم، ديروا لايك للفيديو باش يعني الفيديو يطلع. مرحبا بكم كامل معايا في هذا الفيديو، وتبعوا الفيديو للاخر. هنايا درت التمر يعني المعجون، درتو يفور يعني باش يجينا طري. هنا درت انا كيلت بهذه الكيله، درت 2 كيلات ونص تاع سميد رطب، كاين اللي يقولوا سميمده، والنص الباقي درتو فرينه كما راكم تشوفوا. درت 2 كيلات تاع سميد رطب، بعد درت نص كيله تاع فرينه، وزدت درت نص كيله تاع سميد رطب. انا درت شويه تاع ملح، يعني ما حبيتش ندير السكر، يعني تقدروا ديروا السكر تقدروا ما ديروش، لان السكر يعني يمد اللون الذهبي للبراج تاعكم. يعني حبيت يكونوا يعني ذهبي خفيف، يعني ما يكونش يعني ما يحمروليش بزاف، لانه السكر يعني في العجينه يخلي البراج تاعكم يحمروا. على هذيك انا حبيت يعني يكون اللون تاعهم مش حمر بزاف. هنا نجو نبسو السميد تاعنا يعني كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. درت نص كيله تاع مارغرين ذايبه، يعني خليط ما بين مارغرين والزيت، يعني نص كيله ما بين مارغرين وزيت ذايب كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما بسيت كامل يعني السميد الرطب تاعنا، زدت لميتو هنايا بالماء، يعني ماء عادي. يعني من نقدرش نقول لكم شحال درت الماء، يعني ديري الماء حتى اللي تتحصلي على العجينه اللي راكي حابه تحصلي عليها، يعني تكون عجينه يعني ما تكونش يابسه وما تكونش جاريه بزاف، تكون عجينه متماسكه وتكون طريه كما راكم تشوفوا. نعجنوا شويه هذه العجينه يعني باش تمسك، يعني باش نتحصلوا على العجينه باش تتلم كما راكم تشوفوا. العجينه يعني جاتنا بزاف بزاف بزاف، يعني سهله في الخدمه تاعها كما راكم تلاحظوا، جات يعني طريه ومبسه، خدمتها بزاف سهله. انا هنايا يعني كما راكم تشوفوا درت في الجبنه تاع الطين، نحب يعني نعجن فيها تجيني سهله احسن بالجبنه تاع اللوح، يعني تولي تردح. هنا شوفوا هنا هذا المعجون تاعنا، يعني درت له شويه زيت، ودرت له كذلك يعني درت له شويه تاع ما زهر، يعني يجي فيه ريحه شابه تاع ما زهر، يعني من جهه تجي ريحه شابه، ومن جهه يعني المعجون تاعنا يطرى، يعني باش المعجون يجينا طري ما يجيناش يابس. كما راكم تشوفوا هنايا العجينه انا جاتني زوج، يعني زوج خبزات، وحده صغيره. هذيك الصغيره يعني خليتها درتها يعني على شكل فطير ولا رخساس ولا كل واحد كيفاش يقولها. ولا كان يعني حبيتوا تكبروها بزاف تقدروا تقسموها على 2 وديروا خبزه يعني كبيره، يعني على حساب المعجون اللي عندكم. يعني البراج تخدموا على حساب المعجون اللي عندكم. الا كان عندكم المعجون يعني بزاف ديروا يعني كثروا العجين، ولا كان عندكم المعجون قليل ما تكثروش العجين بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا العجينه يعني ما خشنتهاش بزاف، عفوا ما رققتهاش بزاف، خليتها شويه خشينه باش يعني كي ندير المعجون بين الخبزه وقتها يعني نزيدو نحلوها وتجينا سهله في الخدمه تاعها، يعني ما ترقوهاش يعني كامل. وبعد ما يعني ما تكونش رايحين تقدروا تحلوا المعجون تاعكم، تحلوه رقيق بزاف، يعني ما تقدروش يجيكم واعر في الخدمه تاعو. على هذيك حلوا العجينه الاولى، الخبزه الاولى حلوها شويه خشينه، وزيدوا الثانيه كذلك شويه خشينه، وتسيو تحلوا المعجون تاعكم كما راكم تشوفوا بنفس الحجم تاع الخبز اللي درتوهم. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني، راني يعني نحب نفهمكم في الوصفه ولا في الطريقه باش كامل ديروهم وينجحوا معكم. كما راكم تشوفوا هنايا درت بابي في فيلم يعني من تحت، يعني ورق هذا الشفاف درتو من تحت باش تجينا الخدمه سهله. الا ما كانش عندك يعني تقدري ديري ساشيطه بلاستيك يعني عادي، خدمي بوش عندك.
هنا كما راكم تشوفوا درت يعني كامل الخبزة الزوج والمعجون تاعنا درتو بنفس الحجم كما راكم تلاحظوا. يعني بهذه الطريقه تجيكم الخدمه تجيكم بزاف سهله، على بالي بلي يعني باش تحشوا المعجون في بين الخبزه وقتها، على بالي بلي كاين اللي يجيه بزاف صعب. على هذيك نديت لكم هذه الطريقه. هنا كما راكم تلاحظون هذا راني رايحه نزيد نحلها حتى نتحصلوا على عجينه، على خبزه تكون رقيقه بالبزاف، لانه لازم ترقوها باش يعني يطيب لكم، باش يطيب لكم من برا ومن الداخل، باش ما تقعدلكمش معجنه. كما راكم تشوفوا يعني حليتها بهذا السمك. شوف السمك تاعها يكون شويه رقيق، ما تكونش خشينه كما سبق قلت لكم. يعني هذه الطريقه اللي مديتها لكم يجيكم بزاف سهل بها. كاين اللي تحل الخبزه الاولى تحلها رقيقه بالبزاف، وديت الخبزه الثانيه تحلها كذلك رقيقه بالبزاف. يعني المعجون راح يجيها، يعني الطبقه تاع المعجون راح تجيها شويه صعبه في باش يعني ديرها بين طبقه وقتها، يعني راح تقطع لها وكامل. على هذيك مديت لكم هذه الطريقه، يعني كل ينحل مع بعض، يعني يجيكم بنفس السمك وبنفس الحجم. كما راكم تشوفون نجيو هنا نقطعوا يعني نديروها مقروضات، تحبوا ديروها مقروضات، تحبوا ديروها كاريات، ولكن الابراج يعني يجوا مقروضات احسن. كما راكم تشوفوا يعني العجينه تاعنا جاتنا بزاف سهله في الخدمه تاعها كما لاحظتوا. نتمنى انكم تكونوا جربتوا يعني شاهدتوا هذا الفيديو من الاول للتالي باش تقدروا تدوا كامل الافكار تاع وصفه الابراج. كما راكم تشوفوا هنا يعني درتها على شكل مقروضات. شوفوا السمك تاعها يعني تكون رقيقه، ما تكونش خشينه كما قلت لكم يعني من قبل، باش ما تجيكمش معجنه من الداخل. هنا الطاجين تاعي اكيد يعني راه سخون، يعني خليته سخن باش اللي درت الابراج تاعي يطيبوا. هذه الطريقه كما راكم تشوفوا. انا صراحه يعني درتهم هذه القهوه تاع العشيه، كانوا عندي يعني ضياف، درتها يعني وعجبوهم بالبزاف يعني هذا يعني لدرجه انهم يعني كلاو كامل هذا يعني كامل واش حضرت، يعني ما قعدت منها ولا حبه، لانه عجبوهم بالبزاف. نتمنى انكم تجربوهم يعني وتردوا لي بالخبر باش يعني تتاكدوا انهم يعني بزاف بنان. كذلك يعني البراج كاين اللي ينغبنوا يعني في الطريقه تاع التحضير تاعهم. راني مديت لكم كامل التفاصيل باش يجوكم يعني يجوكم ساهلين في الخدمه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابوا قلبتهم، يعني مع الحواف تلقاوهم يعني ما طابوش، يعني طيبوهم بهذه الطريقه باش يطيبوكم كامل يعني كامل من الجوايه كاملين، ويجوكم يعني المنظر تاعهم شباب كما راكم تشوفوا. هذو هما البراج تاعنا اللي كنا حضرناهم. نتمنى يكونوا يعني نالوا اعجابكم، وتكونوا كذلك استفدتوا من هذا الفيديو ولا من هذه الوصفه، وتجربوهم وتكتبوا لي تعليقاتكم يعني كيف جاتكم الوصفه، واش يعني يعني واش من وصفه راكم حابين يعني باش يعني نديروها مع بعض. نتمنى انكم ديروا لي كذلك اشتراك للقناه وديروا لايك للفيديو. مرحبا بكم يعني في قناتي كويزين احلام كياش مطبخ احلام. نتمنى انكم يعني تزورونا يعني في كل فيديو وتدعمونا باللايكات تاعكم، يعني تفرحونا يعني كما رانا فرحينكم باذن الله تعالى، يعني حتى نتوما تفرحونا يعني وتعوضونا في التعب، يعني لانه يعني صراحه انك تكون يعني تفتحي قناه يعني وديري هذه الفيديوهات، يعني صدقوني انه بزاف يعني حاجه بزاف صعيبه، يعني تدي لك الوقت بالبزاف. ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.